يحقق حلم كان يراود في أكثر من مرة، وأن يسجل في مرمى الوداد بعدما سبق وأن سجل في مرمى الرجاء الهدف الأول في المواجهة في الديربي 116 لفريق الرجاء عن طريق محسن ياجور. محسن ياجور بعد تمريرة ياسين الصالحي. ياسين الصالحي يمرر كرة على المقاس وبطريقة جميلة جدا، طريقة أعطت الهدف الأول لفريق الرجاء عن طريق محسن ياجور لكي يسجل الهدف الأول وأول هدف له في الديربي بقميص فريق الرجاء كما سبق وأشرت. إذن هنا احتفالية بالمدرجات كمعلومة. ياجور كينضاف الكل من بكار، مرحوم بكار وبيتشو وبيدودان كأسماء سجلت هنا وهناك. كرة من الجهة اليمنى، فرصة شوفوا الإعادة للهدف الذي سجله محسن ياجور. لاحظوا التمريرة ديال الصالحي كانت تمريرة ذكية بكل صراحة من ياسين الصالحي، كان تدخل في المحاولة الأولى للحارس عقيد. لاحظوا تمريرة اختصرت المسافة بالنسبة لياجور أمام الشباك وتركاته كنقولوا رأسا لرأس. لاحظوا التمريرة وسط ربعة ديال المدافعين. ياجور توصل الكرة فوق طبق من ذهب من ياسين الصالحي اللي قام بعمل كبير بهذه التمريرة برجله اليسرى. كرة لصالح فريق الوداد. فابريس سونداما بعد ضياع مجموعة من الكرات هل يبحث عن تسجيل هدف أول يعني تعادل؟ سنتابع الدقائق المقبلة. كرة بالجهة اليسرى.